السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من قناه اكل اسكندراني. وفي فيديو بقى النهارده هنجرب منتج جديد من شركه برانش، وهو فطيره باي بطعمين جداد. اول طعم جبنه رومي بطعم الصدوق الشرقي، ده كده بقى شكله. والطعم التاني بقى تفاح وقرفه. سعر كل واحد منهم عامل 7 جنيه. مش عارف بقى 7 جنيه ده كتير ولا قليل في ظل الغلو اللي احنا فيه. اكتبوا لي تحت بقى رأيكم في التعليقات، هل هو غالي او رخيص؟ بس انا شايفه معقول، يعني بالنسبة للحجم دوت. شايفه معقول 7 جنيه في الوقت اللي احنا فيه. فخلينا كده نجرب. بس قبل ما نجرب بقى، لو انت لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو انت لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد بالفيديوهات اللي انا بنزلها. يلا بينا بقى نشوف معانا ايه النهارده. خلينا نجرب اول واحد بقى. نحدق بالجبنة الرومي جبنة رومي. الجبنة الرومي بطعم الصدوق الشرقي. يعني ده كده بقى شكله متقسم كده ل4 طبقات، عامل زي المطب كده. ما تفهمش يعني مصممينه ازاي. هو العيش بيقول ان هو طازة، لسه طازة اهو. انا عايز اشوف جوه بقى في ايه. خلينا ناخده الحتة دي اكبر. اه، بصوا كده. هو جبنة رومي، اللي هي جبنة تركي طبعا عندنا هنا في اسكندرية، وبطعم الصدوق الشرقي. يعني ماشي، خلينا كده ندوقه ونشوفه عامل ازاي. مم. طعم الجبنة الرومي ظاهر فيها. الصدوق مش قوي قوي، يعني الطعم هنا مش ظاهر. الباتيه هنا طازة، يعني لسه طازة. وطعم الجبنة الرومي او الجبنة التركي قوي فيه، مش ظاهر قد كده. يعني الطعم مش موجود، مش قوي. اللي طاغي قوي هي الجبنة. لكن كسندوتش باتيه يعني حلو، طعمه كويس. ما مش وحش، ممكن اجيبه تاني. يعني خلينا لو هنديله تقييم فهنديله تقييم 7.5 من 10. ونشوفه بقى الفطيرة بالتفاح والقرفة. نيجي بقى لتاني واحدة معانا، وهي فطيرة باي بالتفاح والقرفة. فكرتنا على طول بماكدونالدز بقى، اللي هي الابل باي. فهل بقى برانش بينافس بقى في الحتة دي ولا لأ؟ دي كده برضو شكلها نفس الشكل بتاع الباتيه، اللي هو الجبنة والصدوق. يعني دي الطبقة اللي فوق ناشفة شوية، مش طرية شبه ده كده الشكل بقى بتاعها. يعني ككمية حشو مش كتير. فخلينا كده ندوقه ونقوله بسم الله. مم. طعمها حلو. عجبتني اكتر عن اللي هي الجبنة والصدوق ديت. طعم الفطيرة حلو، وطعم التفاح كويس. والقرفة هنا احلى حاجة بقى، ان هي مش طاغية في الطعم. يعني ما تحسش ان انت بتاكل قرفة بس. لا، انا عجبتني ديت، ودي احلى من دي بكتير. السؤال هنا بقى، هجيبهم تاني يعني سعرهم مناسب. ينفعوا فطار خفيف مع كوباية قهوة أو كوباية شاي، وكده يبقى 100 100. تجيب حتى الاتنين مع بعض، اللي هو تحدق بعد كده تحلي وتشرب كوباية القهوة بتاعتك أو كوباية الشاي. فكرة كويسة من ريتش باك، يعني منتج جديد وكويس مناسب في السوق. فيديو كده خفيف، يا رب يكون الفيديو عجبكم. يعني حبيت ان انا اشارككم اجدد حاجه جت، واول ما بشوف الاعلانات او اي حاجه جديده بتنزل على طول بجيبها لكم. فلو عجبك الفيديو ما تنساش لايك للفيديو واشتراك في القناه، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل اشعار بالفيديوهات الجديده. قولي تحت بقى رايكم في التعليقات، وحابين تشوفوا ايه الفتره اللي جايه. وسلام.